والعجيب زعما سبحان الله، تنشوف رئيس حكومه ووزير في الحكومه بجوج تيوصيو الكسابه فوقاش يخرجوا الحولي. تيقول لهم عندكم تخرجوا الحولي حتى تقربوا العيد، راه غادي تخرجوا كلكم في دقه واحده، وراه الخروف غينقص الثمن ديالو. انا نتوما مع من؟ نتوما مع المواطن وخصكم تحميو المواطن ولا تحميو الكسابه؟ ان هذوك اللي خداو الدعم راه ماشي داك الفلاح الصغير اللي غيدخلوا، هذوك اللي كانوا كيهضروا معاهم في البرلمان، اللي واحد البرلمان قال له واحد راه خدا 15,000 راس. إن هذوك هما مع من كيهضر رئيس الحكومه، وهذوك مع من كيهضر الوزير الفلاحه. قال لهم انتم ما تخرجوش دابا، راه لا خرجتو غينقص الثمن. وتيتاسفوا غينقص الثمن. يعني هذا المواطن ما يستاهلش، ما يستحقش الثمن ينزل. لا، حاولوا تدخلوا انتم الخرفه للسوق مفرقين باش يبقى الثمن دائما طالع. ما كيهضروا امام نقطه استفهام. حنا ملي بدات هذه الحكومه وهي كتدعم الناس اللي كيستوردوا الخرفان، هادشي اللي دارت عام الاولين وعام الاول. الناس اللي كيستوردوا البقر، هادشي اللي دارت هذه عامين. وعطات الدعم للكسابه اليوم. غير باش تعرف، قبل ما نخرج نكمل في التحليل ديالي القانوني ديال الماده 3. اذا عطات الدعم في هذا القطاع، عطات الكسابه، عطات الناس اللي داروا الاستيراد. اذا هناك دعم، تدخلت الحكومه ودعمت، دارت مساعدات عطاتهم. علاش؟ باش يكون رفق بالمستهلك، يكون رفق بالمواطن عند تحديد الثمن ديال اللحم. إذا دابا جاتنا حنا ماشي درنا غير اللحم، يعني اللي كيتباع بالكيلو في الايامات العاديه، لا، درنا الدعم حتى بمناسبه العيد الاضحى. قلنا حيت عندنا نقص عام الاولين وعام الاول كان عندنا نقص، اذا دعمنا، عطينا الدعم باش تكون تكون القطيع عندنا اكبر، وتكون العرض اكبر، ويكون رفق في الثمن. الحكومه عطات الفلوس وما شافتش النتيجه. اذا واش تبقى مربعه يديها؟ راه عطات الفلوس. منين عطات الفلوس؟ راه عطات الفلوس من الجيوب ديال المواطنين. راه الضريبه اللي كيخلص المواطن منها قبطات الحكومه الفلوس وقالت لك الكسابه هاكو. علاش؟ باش حيت تبغيو تبيعوا للمواطنين الكباش، تبيعوا لهم الكباش الخاص. انا غنعاونكم في العلف، غنعاونكم في المصاريف ديالكم باش تكونوا شويه ديال المرونه والتساهل والنزول الى ثمن معقول. انا حكومه كنتفرج دابا اليوم، عطيت الدعم بالملايير وما شفتش نتيجه. شنو خصني ندير؟ الفصل 3 الماده 3 من القانون 12104 ديال حريه الاسعار والمنافسه، حريه الاثمنه والمنافسه، تتحتم عليا نتدخل وندير تحديد الاسعار ونقول لها سيدي الحوليها بشحال غيكون. والماده 4 كتزيد تاكد هذا الكلام، والماده 5 كتزيد تاكد هذا الكلام. خصها فقط تشاور. عندنا جوج الحالات، يا اما تصيفط رساله لمجلس المنافسه وتقول له شنو رايك في هذا الموضوع. انا متاكد مجلس المنافسه ملي غيدرس الملف غادي يلقى بانه كيتوفر فيه الشروط ديال الماده 3. يقول لها عندك الحق تحددي السعر ديال الخروف. او طريقه ثانيه هي ان تشتغل مع المنظمات المهنيه والمؤسسات المهنيه ديال المجتمع المدني والمهني اللي هما الغرف فلاحه الى اخره، وتجلس معاهم تقول لهم هادشي هذا راه ماشي معقول. انا عطيت الدعم باش نشوف ثمن معقول. اليوم انا كنشوف الاثمنه طالعين في السماء، اذا خصني ندخل. اشنو رايكم؟ اسيدي هادشي اللي كتقولي معقول، اسيدي الحكومه. لا الحكومه هادشي اللي كتقولي معقول، عطيتي الدعم، اييه وحنا شاهدين وكلنا خدينا، اجي نتفقوا شحال الثمن المعقول هو كذا وكذا، وكنكتبوا البروتوكول ونوقعوا عليه ونطبقوه. اذا تم الخرق ديالو الحكومه من حقها تدخل، او الاداره، باش نستعمل نفس الكلمه اللي استعمل القانون، الاداره من حقها تدخل بنص قانوني وتقول ها الثمن ديال الحولي. اذا دابا شنو يمكن نحن نستنتجوا؟ ما هو الاستنتاج؟ الاستنتاج المواطن كيخلص ضريبه، الحكومه كتلقى هذه الضريبه،
تتفرقها بناء على نظام وحددته في قانون الماليه، واحد الميزانيه، ان مبالغ كتمشي ترصد ميزانيه للتدبير، وحده للاستثمار، وحده اللي سمينا حنا الدعم. مثلا اذا ملي كنجي خديت فلوس ديال الضريبه ديال المواطنين، قلت لهم راه منكم واليكم، راكم غتستافدوا مزيان، عطينا الدعم للناس. طيب شي حاجه ما راكباش، علاش؟ الا عطيت الدعم خصني نشوف هادشي كينعكس في الثمن ديال الاضحيه. الا ما نعكسش في الثمن ديال الاضحيه، ما معنى هذا؟ ان الدعم ما مشاش لصحابه. شكون هما صحابه؟ هما هذوك اللي غيبيعوا الخروف. علاش؟ حيت لهم اللي كيبيعوا الخروف كيتكلموا لغه، واللي خداو الدعم ما عرفتوش فين هما. الدعم تعطى باش الخروف ينزل، خداو الدعم والخروف ما نزلش. اذن يا اما هادو فيهم الطمع، خداو الدعم واخا باغيين يبيعوا الغلا، او ماشي هادو هما اللي خداو الدعم. حيت هو الدعم فيه وفيه، هو الدعم فيه الكبير، هذيك 413 مليون ديال الدرهم اللي تفرقات على هذوك المستوردين الكبار، وكاين الدعم اللي مشى للفلاحه الصغيورين، هذوك اللي جاو عندهم حصاولهم شحال القطيع عندهم ودار لهم داك الطنقه في الودنين، هذوك الخرفان ديالهم والمعيز ديالهم القطيع ديالهم، وداروا لهم حددوه حصاو وقال لهم واحد 150 درهم ولا 100 درهم في الاول للراس، ومن بعد غيديروا 100 درهم و150 درهم ولا 200 درهم للراس. دابا عطاو الدعم الاول، الدعم الثاني ما عرفتش واش تعطى ولا ما تعطاش. هذا الفلاح الصغير، هذا الفلاح الصغير اليوم كيغوت تيقول لك راه العلف غالي، طاح عليا الخروف غالي. اذن فين هي النتيجه ديال الدعم؟ هنا السؤال كيتطرح، واش تعطى الدعم للناس اللي خصهم ياخذوا الدعم ويستافدوه ويشوفوا كينعكس على المواطن ويتنعكس في السوق ويكون عنده اثار، او لا؟ وكيما ما بغى يكون الحال، هذا كلام اخر لا ما تحاسبناش فيه في الدنيا غادي نتحاسبوا في الاخره. كل واحد غادي يتحاسب، كل واحد، وكاين اللي غادي يخلص في الدنيا واخا ما تحاسبش معاه في القانون الوضعي، ولكن كاين المحاسبه في الدنيا، لان الله سبحانه وتعالى ما كيبغيش الظلم، ما كيبغيش التعدي، ما كيبغيش السرقه، ما كيبغيش الخيانه، ما كيبغيش الفساد، لا ما كيبغيش. كما كان الحال تخص الحكومه تدخل، تخص الاداره تدخل، وما تخليش الناس هكا ضحيه ديال الاسواق. والعجيب العجيب زعما سبحان الله، تنشوف رئيس حكومه ووزير في الحكومه بجوج تيوصيو الكسابه فوقاش يخرجوا الحولي. تيقول لهم عندكم تخرجوا الحولي حتى تخربوا العيد، راه غادي تخرجوا كلكم في دقه واحده، وراه الخروف غينقص الثمن ديالو. الا نتوما مع من؟ نتوما مع المواطن وخصكم تحميو المواطن ولا تحميو الكسابه؟ ان هذوك اللي خداو الدعم راه ماشي داك الفلاح الصغير اللي غيدخلوا، هذوك اللي كانوا كيهضروا معاهم في البرلمان، اللي واحد البرلمان قال له واحد راه خدا 15000 راس. إن هذوك هما مع من كيهضر رئيس الحكومه، وهذوك مع من كيهضر الوزير الفلاحه، قال لهم انتم ما تخرجوش دابا، راه لا خرجتو غينقص الثمن. وتيتاسفوا غينقص الثمن. يعني هذا المواطن ما يستاهلش، ما يستحقش الثمن ينزل. لا، حاولوا تدخلوا انتم الخرفه للسوق مفرقين باش يبقى الثمن دائما طالع. ما كيهضروا امام نقطه استفهام الاداره. وهنا الاداره اللي كتعنينا هي الوزاره ديال الفلاحه ولا وزاره التجاره ولا وزاره الداخليه ولا كل هذه الوزارات بتنسيق بين مصالحهم. الحالات اللي كتعنينا حنا كاين ثلاثه الحالات اللي كتصدر عليهم الماده 3. الماده 3 كتكلم لك على احتكار قانوني، كتدخل ملي تيكون احتكار قانوني في واحد المنطقه جغرافيه. بحال دابا مشينا لواحد المدينه فيها واحد الماده ما هذيك الماده بالقانون ما كتباغي عند واحد المؤسسه، يعني عنده احتكار، فباش ما يديرش في السوق ما بغى ويدير في المستهلكين ما بغى ويدير في المواطنين ما بغى، الاداره كتقول له الله يخليك انت عندك الاحتكار في هذه المنطقه، فالثمن ديال هذه السلعه ما يتعداش هذه التسعيره اللي غنعطيك. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه
هي دعم الإدارة لبعض القطاعات أو المواد أو عند الإنتاج أو التسويق. دعم منتوج، دعم قطاع.